السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى انا جايه اعمل لكم ريفيو عن غسالة تورنيدو، لان في ناس كتيره قوي بتبقى قلقانه منها وتقول انها مش كويسه. انا نفسي كنت قلقانه جدا منها بصراحه. انا كنت ناويه اجيب غساله فوق اوتوماتيك، بس كنت عايزاه توشيبا. فبصراحه جوزي لما راح جابها جاب لي غساله تورنيدو 17 كيلو زي ما انتم شايفين الحجم ده. فكنت قلقانه بصراحه، وشدينا انا وهو مع بعضينا، فدخلت بقى وناس كتيره شكرت لي فيها. عملت سيرش كده عليها، ولقيت ناس كتيره بتشكر فيها وكويسه. هي بصراحه اول ما استعملتها حاجه جميله جدا ومضمونه قوي. والنهارده هقول لكم ريفيو عنها علشان خاطر الناس اللي حابه تشتريها ما تقلقش منها. هي نفس توشيبا على فكره، نفس الاداء، نفس التصميم، نفس الامكانيات والبرنامج وكل حاجه. اللي بيختلف بس الشكل الخارجي والبرامج والحاجات دي بس، انما هي ونفس ضمان العربي برضو. فمحدش يقلق من تورنيدو يا جماعه. هي توشيبا. يعني انا نفسي كنت قلقانه منها بصراحه، بس لما استعملتها بصراحه غساله جميله جدا 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 في النظافه، احلى من الغساله اللي في الاوتوماتيك. بصوا اول ما هنفتح الشكل الخارجي للغساله زي ما انتم شايفين، من فوق اسود، الازاز اسود بتاعها، ومن تحت اللون السيلفر الجميل ده اللي بيميز الغساله. كمان حاجه جميله جدا فيها، وكمان الباب بتاعها هيدرويل، يعني لما بتيجي تقفليها بيتقفل لوحده كده، ما يتدبش مره واحده. فده اللي بيميز برضو الغساله. الحله من جوه دي 17 كيلو يا جماعه. شايفين الحله ما شاء الله كبيره كبيره جدا، بتشيل بطانيه. دي الحله، الحله بتاعتها ستانلس غير قابل للصدى. ده بتاع المسحوق اللي هتحط فيه هنا المعطر وهنا المسحوق، وكمان فيها الفلتر ده. اهم حاجه عشان تحافظي على الغساله بتاعتك، كل غسله او كل غسلتين لازم تغيري الفلتر بتاعها ده. الفلتر ده طول ما هو نظيف على طول، ده بيلم وبره وبيلم حاجات كتيره قوي في الغساله. اهو شايفين بيبقى هنا الوبره بتاعتها. لازم تفتحيها بالطريقه دي يا جماعه. بصوا شايفه الوبر قد ايه بيبقى فيها. كل ده الوبره اللي بتبقى في الملابس. هي حلوه ان هي بتنظف بصراحه، وبتمنع الوبر، وبتمنع الخيوط والحاجات اللي بتبقى في الملابس دي كلها. اهي شايفين لازم دي اهو كل فتره او كل غسله لازم نشيلها. ده هيخلي الفلتر بتاعك نظيف على طول، وهتحافظي على الغساله بتاعتنا. اهم حاجه كمان ما يميز الغساله دي كمان يا جماعه، اهم ما يميز الغساله دي يا جماعه ان هي حجم الغساله نفسها. الحله كبيره قوي، بتشيل بطانيه وبتنظف وبتعمل ميه كتيره قوي، بتحافظ على الهدوم. ده البرنامج بتاعها زي ما انتم شايفين، ده الاون وده الاوف. يعني مجرد ما تشغليها على الاون الاول، والبرنامج نفسه اللي هو الاعتيادي اللي هو متبرمج طبيعي. انك انت اول ما تشغلي الاون هتشغلي الباور اللي هو التشغيل ده. هتلاقي البرنامج كله متبرمج لوحديه، اللي هو الشطف والتجفيف والغسيل. انما انت لو عايزه حابه مثلا تعملي البرنامج مخصص، ده مثلا برنامج مخصص لو انت عايزه مثلا تعملي نقع الاول لو الهدوم متوسخه قوي وعايزه تعملي نقع للغسيل. هتدوسي على زرار النقع، هتدوسي هنا وهتدوسي بعد كده على زرار النقع. ده تنظيف الحله. تنظيف الحله ده بتحافظ لك على الحله بتاعتك. يعني كل فتره مثلا كل اسبوع مره هتجيبي ازازه خل وتعملي تنظيف الحله، هتلاقيها بتنظف نفسها مع نفسها كده، وبتحافظ على الغسالة وقت كبير قوي. البرنامج ده بقى
لو انت مثلا عندك غسيل خفيف قوي، يعني عندك غيارين ملابس مثلا، عايزه تحطي قطعتين اتنين بس مثلا، هتعملي خفيف، هتلاقيها هي اوتوماتيك مع نفسها بتحدد لك كميه الميه اللي محتاجاها للملابس اللي انت حطيتيها، وهتعمل لك مش هتاخد كميه ميه كتير قوي ولا تحضر الميه كتير قوي، هتعمل لك ملابس خفيفه. دي لو عايزه مثلا ملابس سريعه، عايزاها بسرعه مثلا، مش عايزاها تاخد وقت، هي اقصى حد اللي ليها الغساله دي مثلا 60 دقيقه. انا مش عايزاها تاخد ال60 دقيقه، مثلا عايزاها يا دوبك حاجه سريعه. هندوس على الزرار ده، هتعمل لنا الوقت اللي احنا هنحدده، بعد ربع ساعه، بعد نص ساعه، بالطريقه دي. ودي اللي هو الاعتيادي، يعني مجرد ما هندوس الاون هنعمل الباور تشغيل، هتبقى هنا اعتيادي، هتعمل البرنامج لوحده الدوره اللي هي محدداها او المبرمجه على الغساله نفسها. لكن لو انت مثلا عندك بطانيه، هنا مكتوبه اصلا بالعربي، يعني كل حاجه مكتوبه، هتدوسي على على الاون، وبعد كده هتدوسي البرنامج ده، وهتدوسي على البطانيه. الغسالة اوتوماتيك بتعمل البرنامج بتاع البطانية، وهي نفسها هتعمل لك البرنامج المحدد ليها. عندك الغسيل تقيل مثلا، عندك غسيل مثلا هتغسلي غسيل تقيل قوي، هتدوسي على كلمة تقيل، شايفين؟ فهي الغسالة بصراحة مبرمجة نفسها. هنا عندنا برضو البرامج دي برضو، لو انت مثلا عايزة تجفيف بالدوران السريع، هندوس على الزرار ده، تجفيف بالدوران السريع، اللي هو في ملابس يا جماعه ما بتستحملش انك انت تدوسي كتير قوي، يعني دوران كتير قوي بتقطع الملابس، فاحنا مثلا هنعمله حاجات بسيطه قوي. هنا ده دي هتحدد لك الوقت اللي انت هتعمليه، مثلا 30 دقيقه، 60 دقيقه، 90 دقيقه، اقصى حد 90 دقيقه. فده هيحدد لك الوقت اللي انت عايزاه. هنا الميه، اذا كنت عايزه مثلا ميه سخنه، هتدوسي هنا مثلا سخنه او دافئ او بارد، على حسب الملابس اللي انت هتعمليها. واحلى حاجه احلى حاجه في بيميز الغساله التورنيدو دي كمان عن اي غساله تانية، اللي هي شلالات الميه يا جماعه، جميله بدرجه فظيعه. يعني عندك اهم حاجه شلالات الميه دي بتخلي الشلالات دي بتاخد كميه الميه اللي انت بتحطيها في الحله، هي ما بتاخدش ميه جديده، بتعمل على سحب الميه وتدفعها تاني في الغسيل، يعني بتعمل سحب ودفع، سحب ودفع. السحب والدفع ده بتسحب الميه الموجوده في الحله بالاريا وبتدفعها تاني، فبالتالي بتخلي الملابس نظيفه، بتتغلغل في الملابس وبتشيل البقع اللي موجوده فيها. فدي احسن حاجه بتميز الغساله دي، اللي هي شلالات الميه، بتحدد الميه خلاص. واهم حاجه برضو فيها اللي هو تحديد مستوى الميه. الميه اول ما تحطي الغسيل بتتحدد كده اوتوماتيك كده كميه الملابس اللي انت حطاها بتحددها، يعني مش هتحطي مثلا ملابس قليله وهي هتاخد لك نسبه ميه كبيره قوي، لا، هي اوتوماتيك كده البرنامج بتاعها بيحدد كميه الميه اللي انت هتحطيها على قد كميه الملابس اللي انت هتحطيها. يعني بصراحه غساله بتختار كميه الميه على قد الهدوم اللي انت بتحطيها، غساله ذكيه جدا ونظيفه جدا، وانا هستعملها معاكم عملي دلوقتي. وبرده فيها خاصيه حمايه الاطفال، الخاصيه دي جميله جدا، يعني الاطفال ما تقدرش تغير البرنامج اللي شغال فيها وهي شغاله، مش هيقدر يخش يغير في طريقه البرنامج نفسها. كمان الباب مش هيقدر في امان ضد الاطفال، ما يقدرش يفتح الباب طول ما الغساله شغاله. خلاص، انا هوريكم عملي دلوقتي. مثلا هفتح كده الحله، هحط فيها ملابس. انا هحط ضربيه، الضربيه دي عامله زي البطانيه يا جماعه، تقيله قوي، تجيلها 8 كيلو، بصوا تقيله تقيله خالص. فانا هشغلها لكم كانها بطانيه، بصوا داخله بالعافيه. هسيبها اهي، الضربيه كبيره ما شاء الله عليها، تجيلها 8 كيلو ولا 10 كيلو والله. يعني لو غساله فول اوتوماتيك بصراحه مش هتشيلها، اخرها 8 كيلو.
خلاص انا مثلا حطيت الضربيه اهو. هنا هبدا احط الاريال بتاعي في الحله دي كده. ولو الغسيل عندك اهو ده اقصى الدرج بتاعي. لو الغسيل موسخ قوي هنحط برضو فيها من جوه كده اريال عادي جدا مش هيجرى حاجه. والدرج التاني ده مخصص للدوني. هنحط هنا الدوني. خلاص هنبدأ نقفل بالطريقة دي. خلاص وهي خلاص هنبدأ نقفل الباب زي ما قلت لكم، نظام هيدروليك ما يقفلش مرة واحدة. هنبدأ بقى البرنامج بتاعي. انا دي الضربية تقيلة خلاص، هدوس على الأم هتشتغل معايا زي ما انتم شايفين كده. هو هتحدد لي الكميه اللي انا حطيتها قد ايه من الزرار الديجيتال ده، شاشه الديجيتال. هنا البرنامج اول ما تشغليه بيشتغل على الاعتيادي، شايفين على اعتيادي. انا مش عايزاه اعتيادي لان الضربيه تقيله، فهدوس على الزرار ده وهتروح ناحيه التقيل. خلاص هنا تقيل. لو عايزاها بطانيه هدوس الزرار من تحت هيدوس لي البطانيه، لكن انا هعملها تقيل عادي. بعد كده هدوس على باور تشغيل. هنا الغساله كده اوتوماتيك كده مع نفسها بتحدد كميه الغسيل اللي انا حطيتها، بناء عليه هتحدد كميه الميه اللي هتحتاجها. يعني هي شايفين الزرار ده لسه كده بتحدد كميه الميه. اول ما تحدد كميه الميه هتبدا تشتغل اوتوماتيك لوحديها بقى، وتشتغل الدوره بتاعتها كامله وتجفف يعني زيها زي الاوتوماتيك الكامل بالظبط. بس بصراحه دي موفره في المسحوق وموفره في اي وقت. مثلا انا نسيت احط حاجه مثلا وعايزه احطها هو الباب خلاص كده مش هيتفتح تاني طول ما هي شغاله. اهو شايفين هي كده بتحدد كميه الميه اللي هتحطها. لو انا نسيت ملابس مثلا وعايزه احطها تاني بدوس عادي هنا اهو، بطفي عليها مش هطفيها خالص من الاوف، لا انا هطفيها من هنا من زرار التشغيل. هطفيها وهفتح الباب عادي جدا، احط الملابس اللي انا عايزاها وابدا اقفلها وادوس تاني على الزرار ده. كمان الكهرباء لو فصلت معايا في اي وقت هتلاقيها اوتوماتيك مجرد ما التيار يرجع هتلاقيها اشتغلت مكان ما انطفت. يعني مش هتبدا دورة تشغيل من اول وجديد، لا هتشتغل على طول. هي كده خلصت خلاص، اخدت كمية المية. هي كده 13 كيلو اللي انا حطيتهم اللي هتحتاجها يعني بالمية والملابس اللي انا حطيتها. بتحدد لك الكمية اهي. هي بتبدأ دلوقتي تسحب اهي المية وهتشتغل عادي جدا. غسالة جميلة جدا يا جماعة، مفيش اي قلق ولا اي خوف منها، وليها ضمان العربي عادي جدا. هي كمان صناعة تركي وتقفيل مصري. هي توشيبا يا جماعة، ما تقلقوش منها خالص. تورنيدو حاجة ممتازة بجد. انا كنت خايفة وقلقانة منها بجد لما جوزي جابها لي، بس بجد لقيت ناس كتيرة بتشكر فيها، ولما استعملتها شخصيا لقيتها حاجة قمة يعني قمة جميلة جدا 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 في النظافة بجد. بتخلي الشلالات المية اللي فيها اللي هي بتسحب المية بالمسحوق وبتدفعها تاني في الهدوم دي، يعني خاصية اهم حاجة بتميزها في الغسالة دي بصراحة. بتخلي اي بقعة صعبة بتشال من قوة شلالات المية والدفع وقوة السحب والدفع دي، بتخلي الغسالة قمة في الجمال. يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم وافدتكم وتاخدوا خبرة كده وما تقلقوش منها. بجد غسالة جميلة. اي واحدة حابة تشتري غسالة او اي واحدة حابة تجهز بنتها انصحكم بالغسالة دي بجد. انا ندمت ان انا بنتي ما جبتلهاش الغسالة دي. انا جايبه لها غسالة في اوتوماتيك عادية اللي هي بتتفتح من الجنب، جايبها لها زانوسي. بصراحة ندمت ان انا ما جبتلهاش دي. يعني هي نفسها تقول لي يا ماما يا ريتك كنت جبتي لي دي احسن من التانية، مش بتاخد كميه ملابس كتيره قوي، اقصاها ملايتين 4 بجايم بالكتير، ما بتاخدش اكتر من كده. انما دي بصراحه دي 17 كيلو وتاخد
كميه جميله جدا، يعني اكتر من الدرابيه دي ما دخلتش عند بنتي. ف... فانا حطيتها هنا في الغساله، بصراحه شايلاها جميله جدا. يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم حبايبي، ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك واشتراكوا في القناه، ويا رب اكون افدتكم. هي كده اهي الميه. انا بس عايزه اوريكم شلالات الميه لما تتعمل. انا هعمل ستوب، واول ما تبدا في الدوران وفي شلالات الميه هوريها لكم بتعمل ازاي السحب. طول ما هي شغاله شايفين الباب مش بيتفتح خالص. لو حبيتي بقى تحطي حاجه تاني نسيتيها هتدوسي هنا على بتاع التشغيل، وهتفتحي الباب عادي جدا، هتحطيه وبعدين تدوسي تاني هنا. خلاص انا هعمل ستوب، وبعد كده هرجع لما تعمل شلالات الميه عشان اوريكم قوه الدفع بتاعتها بتكون ازاي. هي دلوقتي خدت الميه الوسخه ونزلتها وبتعمل تجفيف دلوقتي، وبعد كده هتعمل دوره من تاني شلالات الميه. عايزه اقول لكم مفيش ولا صوت، هي بتجفف دلوقتي يا جماعه، شايفين مفيش اي صوت، شايفين مفيش صوت ليها خالص. هنا بيقول لي الوقت المتبقي قد ايه اهو، مش عارفه اذا كنتوا شايفين ولا في زغلله. يعني ده الزر ده بيورينا الوقت المتبقي من الغساله. زي ما انتم شايفين كده هي خلصت تجفيف اهو. هتبدا تاخد ميه علشان تشطفهم. هي كده طلعت الميه الموسخه، وهتاخد ميه نظيفه اهو. زي ما انتم شايفين بدات تاخد ميه من هنا اهو، وهيبدا بقى شلالات الميه تشتغل علشان تنظف الغسيل تماما. مش عارفه اذا كان واضح بالنسبه لكم ولا لا، بس عايزه اقول لكم بجد بجد غساله جميله جدا في النظافه، بجد جميله جميله جميله. يعني انا كنت قلقانه وعملت مشكله بسببها، لان انا كنت حابه توشيبا بصراحه. هي مفيش اي فرق بين تورنيدو وتوشيبا غير الشكل الخارجي والبرامج بتاعتها الزراير والكلام ده، انما كل حاجه امكانيات والنظافه وكل حاجه هي توشيبا. خلاص هي كده بتبدأ تاخد مية تاني، وهتبدأ دورة غسيل من اول وجديد عشان تشطف الغسيل. اهي يا جماعة بدأت خلاص تشتغل اهي. شايفين شلالات المية بتسحب وبتدفع، انا مش عارفة شايفينها ولا لأ بجد. اهي هي كده بصوا بتسحب وبتدفع تاني. فالسحب والدفع، قوة السحب والدفع دي هي اللي بتنظف الغسيل وبتنظف البقع. يعني غسالة ذكية جدا، وغسالة بتنظف، وغسالة جميلة جدا، مفيش اي شكاوي منها يا جماعة بجد، عن تجربة وعن ضمانتي. غسالة تورنيدو دي جميلة جدا، استعمليها ما تقلقيش منها نهائي. وزرايرها زي ما انتم شايفين كل حاجة مكتوبة اهو، كل حاجة الاون والاوف والتشغيل. اهم حاجة وانت بعد ما تخلص كمية المية اللي هي عايزاها، اهم حاجة علامة المفتاح دي تظهر معاكي كده، انت قافلة الباب بامان، وما يقدرش الاطفال ان هم يفتحوا الباب او يغيروا في البرنامج طول ما هو علامة المفتاح دي موجودة. خلاص وكل حاجة مكتوبة بالعربي زي ما انتم شايفين اهو. دي البرنامج اللي هتستعمليه اذا كنت هتستعملي خفيف او سريع او اعتيادي او تقيل او بطانية. كمان ده البرنامج ده بتاع التجفيف، لو حابه تجففي حاجه غسلها مثلا على ايديكي وعايزه تجففيها. ده التجفيف، وده الشطف، وده اللي هو الوقت المتبقي من الغسيل بيبينها لك على الشاشه الديجيتال. وده اذا كنت هتعملي غسيل مكثف يعني تقيل جدا جدا، هتعملي الزرار ده اللي هو غسيل مكثف، وبعد كده هتدوسي على الغسيل. هنا تأخير التشغيل، لو انت مثلا خارجة او حاجة او حبيتي مثلا تشغليها وبعد ما ترجعي تكمل بتدوسي على تأخير التشغيل ده. ودي الدقايق اللي انت هتحتاجيها مثلا على حسب الوقت اللي انت عايزاه في الغسيل. خلاص
زي ما قلت لكم ده تجفيف بالدوران السريع، وده التجفيف اللي هو العادي لو انت عايزه تجففيه بسرعه بسرعه. وده مستوى الميه، بيحدد لك مستوى الميه اللي اخدها قد ايه، اذا كان 1 ولا 2 و3. ودي درجه حراره الميه اذا كنت بارد ولا دافي ولا ساخن. يعني الغساله بتنطق عن نفسها، مش هتحيرك في التشغيل ولا في البرنامج بتاعها، لا البرنامج اوتوماتيك لوحديه. زي ما قلت لكم لو الغسيل تقيل هتدوسي على زرار التقيل، لو الغسيل اعتيادي هتدوسي على الباور وبعد كده التشغيل، وبعد كده هو يبقى مع نفسه البرنامج اوتوماتيك اعتيادي، هينقع ويغسل ويشطف كل حاجه زي ما انتم شايفين. واهي الشلالات، شايفين الشلالات يا جماعه؟ انا مش عارفه اذا كنتوا شايفينها ولا لا. اهي قوة شلالات المية هي اللي بتنظف الغسيل، ده اللي بيميز البرنامج. يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم حبايبي، ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة، واي استفسار او اي سؤال حابين تسألوه سيبوهولي في صندوق الوصف في التعليقات وانا هرد عليكم. ويلا حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.